30. ملي كيتم سحب النقاط كتجيني رسالة مسجلة مع إقرار بالاستلام. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. مزيان. ملي كيتم سحب النقاط كتجيني رسالة مسجلة مع إقرار بالتسليم. بالعقل انت شدك الرادار، سلفتي الطوموبيله لخوك، خوك مشى زباله، مشى في طريق السيار ب170 جايب جنحه، مالو جايب ليك جنحه حتى للدار، كيدق عليك الفاكتور طق طق طق، جاتك واحد الوريقه، اش كاين؟ سني لي يا خويا الله يحفظك، اقرار بالتسليم، اقرار بالتسليم، يعني وخوك جاب لك جنحه حتى للدار. ست عرفتي كي دايره مقمحه من 4000 ل 8000 درهم، وفيها توقيف رخصه السياقه. علاش؟ حيت انت خوك بقى فيك وقلتي لي عرفتي غدير هكا خويا طوموبيله وسير سافر ليا مع الوليدات وجايب لك جنحه. اذا عرفوا تعطروا لخوتكم وشكون اللي غيعطي الطوموبيل، عرف لي من تعطيها. راه هاد الرادار دار مشاكل العائلات، هاد الرادار راه دار مشاكل. هاد الرادار راه المخالفه كتجي لمول الطوموبيله، حيت المخالفه كتشد البلاكه. هادشي الرادار كيشد البلاكه. الرادار اش كيدير؟ كيشد البلاكه. وعارفوا لي من تعطوا الطوموبيلات ديالكم، غتشدوا كلكم ان شاء الله السيارات ديالكم وعارفوا كيفاش تخدموا فيها. اذا اقرار بالتسليم سيدي وخويا. اخويا هذاك اش غادي نديروا ليه؟ ما عندنا ما نديروا ليه. اخونا هذاك اخونا. اذا نكملوا بشويه عليك. يمكن لي نوقف خلف السياره، صحيح خطا. يمكن لي نتوقف خلف السياره، صحيح خطا. اذا زومي اش كاين هنايا؟ كاين عندي زيكزاك، كاين عندي زيكزاك. مزيان. هاد الزيكزاك دليل على موقف سياره، موقف حافلات. موقف حافلات دليل. انا نعطيكم واحد المعلومه. الموقف ديال الحافلات كيعبروا عليه بعلامه الشكل ديالها مربع ومرسومه فيها حافله. ومسلك ديال الحافلات مسلك، يعني مسلك خاص ما نقدروش ندخلوا ليه، كتكون العلامه مدوره ما عرفتي مدوره ولا ما مربعه، المهم اعتبروها مدوره وراسمين لكم فيها حافله. اذا الا كانت مدوره وزرقاء وفيها حافله كتعني مسلك ديال الحافلات وخاص وما تقدرش تدخل ليه. ولا كانت مربعه وفيها حافله، هذيك كيدل على غير موقف خاص بالحافلات، ممنوع فيه الوقوف والتوقف. اذا عقلوا على هاد جوج معلومات. حنا راه جايين لهاد اللايف، راه ماشي مجموعين حنايا مكجكجين هنايا من فراغ، راه جايين نضبطوا القواعد، راه ما جايينش نحفظوا. عقلوا على هاد المعلومه. بغيتي تحفظ تدخل اليوتيوب دابا بقى تحفظ التتعيه، جاي تفهم. السؤال 40. تحديد السرعة كيخص المسلك ديال اليمين فقط، الجواب 1. المسالك كلها، الجواب 2. بالعقل. تحديد السرعه كيخص اش؟ هاد تحديد السرعه كيخص ماذا؟ تحديد السرعه كيخص الطريق. شوف بين قوسين المدينه فيها 60 بلا ما تبقى تجتهد، المدينه كامله فيها 60 صافي. لا زون. اذا المسالك ديال اليمين فقط، المسالك كلها المدينه فيها 60. اجي نعطيكم واحد المعلومه. الا عطاوكم هادي وكتحط حتى 6 المرات في الامتحان، هادي هي خرجت محففه ما استقعدش وداروا لها بحال هكا، هادي ممنوع التوقف. ممنوع التوقف. الا كانت بوحدها ما فيها لا اسهم لا والو، ما كتطبقش عليك القاعده قبل العلامه، كتطبق عليك هنا. ممنوع تحط سيارتك وتمشي ما تحطش سيارتك، ما تدورش هنا الله يرحم لك الوالدين. ولكن تقدر تهبط راكب وتكمل طريقك. شنو هي الكلمه ديال تهبط راكب؟ وقوف. زوينه خفيفه، وقوف. ولكن التوقف ممنوع عليك بالتاء، ممنوع عليك التوقف. جاو وداروا لك سهم لتحت، كتولي القاعده كتطبق قبل العلامه. اذا هنا كيتمنع التوقف وكيولي مسموح بالوقوف. مزيان. وهنا مسموح بهم بجوج، حيت القاعده سالت عند العلامه. القاعده سالت هنا، هي كاينه هنا واللور، القاعده سالت هنا. مزيان. الا داروا لك سهم الفوق وحيدوا هذا السهم، هذا حيدوه، ضربوا عليه حيدوه، كتولي القاعده ما كتطبقش عليك هنا،
لا، كتولي تطبق من عند العلامه، ممنوع التوقف ومسموح بالوقوف. داروا لك سهم لتحت وسهم الفوق، المنع كيطبق قبل العلامه وبعد العلامه. اذا عقلوا على هادشي، الله يرضي عليكم. هادشي راه ماشي صعيب، راه ماشي صعيب، راه ماشي صعيب، راه غير التركيز. اذا نكملوا بالعقل بشويه. دابا غنخدم معكم امتحان غنعرفوا القوالب اللي سقطوا الناس في الامتحان. القوالب وراه القوالب هما اللي سقطوا الناس، راه ماشي حيت ما مراجعش، راه واخا يمشي سطل غينجح. غنتعلموا القوالب. المهم غنعطيكم 20 سؤال اللي اختار